لا يمكن ربنا يحطك في قدر ربنا مش ضيق. يعني ايه؟ انت بتقول اصل هو الموضوع صعب قوي وبقت الدنيا متضيقه عليا، ده قدر ربنا فانا مستسلم ما بعملش حاجه. لا، مش صحيح. قدر ربنا واسع. يعني ايه؟ احفظ القاعده دي. لا يمكن ربنا يحطك في قدر الا ويوسع عليك ويديلك اختيارات ومساحات تتحرك فيها. شوف الرسمه دي، ده القدر اللي انت فيه. انت شايفه ضيق قوي مش كده؟ لا، ربنا من اسمائه الحسنى الواسع، يقوم فاتح لك مع القدر ده سكه هنا اهو لقدر اوسع، وبعدين يفتح لك سكه هنا اهو لقدر اوسع واوسع، وبعدين يفتح لك سكه هنا اهو لقدر اوسع واوسع واوسع. انت عمال تقول لنفسك ضاقت عليا. اوعى، قاعده، لا يمكن يحطك في موقع انت تقول ادي القدر عمل فيا كده الا ويفتح لك اختيارات ومساحات ومساقات. قدر ربنا واسع. كأن القدر ايه؟ ربنا بيحطك في تحدي جديد عشان تتحفز، عشان تنتقل الى قدر جديد اوسع وافضل واجمل. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. اسفه والله ما عرفتش انزل فيديوهات الفتره اللي فاتت، كنت تعبانه جدا وما قدرتش اصور اي حاجه. بس النهارده بقى قلت اقوم كده واعمل لكم فيديو تحفيزي كده، كله نشاط كله حيويه، نشطني كده فينشطكم انتوا كمان. يا رب تاخدوا منه جرعه نشاط كده وتاخدوا منه افكار. بتمنى اللهم امين يا رب ان هو يعجبكم. وزي ما احنا متعودين بقى في بداية كل فيديو نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واثبتي حضورك كده يا ست البنات بالصلاة على الرسول في الكومنتات. وما تنسوش اللايكات يا بنات، اللايكات بالله عليكم علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والقناة تتشاف، تبقى اتشافت حتى على ايديكم. انا عارفة ان انا ورايا جيش قوي بإذن الله هيكبر لي القناة. وكمان لو انت لسه جديدة يا ست البنات، اثبتي حضورك بالاشتراك وفعلي الجرس على الكل وتسيبيلي كومنت علشان اقدر ارحب بيكي واشرف بيكي بالقناة. يلا نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة بقى، انا قمت من النوم كانوا الولاد اليوم ده كلهم صاحيين معايا، فقمت قلت اعمل بقى فطار نفطر كلنا. والله فرحت قوي النهارده ان هم هيفطروا معايا، لاني انا متعوده كل يوم بفطر لوحدي. بقى روتين كده زي الروتين اليومي، اني اصحى من النوم اعمل لي كوبايه الشاي وافطر فيه لوحدي. قليل لما الولاد بيفطروا معايا، اذا كانت في الدراسه او حتى في الاجازه دلوقتي، لان هم بيسهروا وبيصحوا بدري، انا ببقى نايمه بدري عنهم شويه. بس طبعا انتوا عارفين اللي بيبقى عندها اطفال ما بتنامش نوم كامل، يعني كل شويه تقوم كده وتبص عليهم. باخد البنوته الصغيره في حضني كده انيمها جنبي، لاني ببقى خايفه عليها مثلا تبص من بلكونه تلعب في اي حاجه. فده بيبقى قلق. اي ست طبعا ربنا يعينها بتبقى جوزها مسافر، بتبقى الام وبتبقى الاب، فبتبقى عايشه على طول في قلق كده زي حالاتي. طبعا كل طلباتها هي اللي بتعملها، كل الامور هي اللي بتعملها. فربنا يعين كل ام يا رب شايله حمل وشايله مسؤوليه. طبعا احنا كده فطرنا وفطرت الاولاد وكان ورانا كام مشوار عملناه، وجيت بقى قلت ايه اعمل الغدا على طول. كان هما نفسهم ياكلوا اكل من بره، بقالهم كتير بيطلبوا مني البرجر ان احنا نجيبه من بره. فانا قلت بقى اجيبه من بره ليه؟ يعني مامي تعمل كل حاجة في البيت. طبعا انتوا عارفين الاسعار بره بتبقى عاملة ازاي، والواحد برضو مش ضامن نظافة الحاجة وكده. مع اني برضو انا اشتريت البرجر جاهز، بس انا جايباه على اقل من مكان انا واثقة منه، ومكان بستخدم منه على طول وحلو قوي. ده برجر برضو ايه معمول كده، اشتريت كيلو. الكيلو عمل في حدود 10 برجرات، واحنا 5 يعني كل واحد 2 كده للغدا. جت بالظبط. فقلت بقى احمر على شوية بطاطس. انا بتكلم بقول ايه، احمر على شويه بطاطس؟ لا، اعلق على شويه بطاطس كده احمرهم جنبي علشان اعمل لهم بقى وجبه مطاعم. يعني هما المفروض ان هما عايزين من بره، فانا ما ايه ما سوحش بس ايه كده وخلاص. لدم قلت اعمل يبقى نعمل حاجه ايه محترمه بقى. عملت وعلى قدي برضو يا ولاد، يعني ما تتعشموش فيا خير قوي يعني. فقلت عملت البرجر، حطيت شوية زيت صغيرة وهو كمان بينزل منه دهون، وحطيته على النار، هو ما بياخدش وقت. بس انا بقى حطيت الاول 2 كده والطاسة باردة فلزقوا معايا شوية، دول بس اللي لزقوا معايا، لكن الباقي كان تمام وزي الفل.
هم طبعا فرحانين ان انا عملت لهم البرجر النهارده، ما كنتش قايله لهم هعمل لكم ايه، فخليتها مفاجأة كده. فكانوا طايرين من الفرح. كل فترة كده بيبقوا عايزين ياكلوا اكل من بره، فانا بدل ما اشتريه من بره والاسعار بقت ما اقولكمش، فقلت لا اعمله في البيت بقى، وهم ايه ان شاء الله وباذن الله يعجبهم، ونعمله زي بره واحسن من بره وانضف من بره كمان. فحمرت بقى كده وحمرت البطاطس اهيت، ونشيل بقى طاسة الزيت دي علشان ايه انا بخاف منها سخنة قوي، بخاف العيال يمسكوها او اي حاجة، فبحطها في فرن البوتاجاز كده لغاية ما تهدى خالص واخلص كل شغل. طبعا احنا عندنا اطفال، وكل اللي عندها اطفال بتبقى مرعوبة من حكاية المطبخ والبوتاجاز اللي على المطبخ. والله بيبقوا مخيليني، حتى وانا بصور معاكم بيبقوا مخيليني وانا بصور، وبالذات وانا بصور خلاص بقى الطلبات بتكتر بقى، ببقى مرعوبة وانا حاطة اي زيت على النار. بقول لكم هنا انا قطعت طماطم، هما ما بيحبوش الخيار، ما بيحبوش الكابوتشا، علشان بس ايه انا ما وفرتش والله. هما بيطلعوا لان البرجر بيبقى سخن، فما بيحبوش الخيار ياكلوه سخن، والكابوتشا كمان تبقى سخنه كده في البرجر، فبيطلعوه. فانا قلت لازم بيطلعوه، طب انا احطه ليه او اكلف نفسي بقى ليه في ان انا احط لهم حاجه ما بيحبوهاش. فانا قطعت لهم طماطم، جبت اللي هو صوص البرجر ده جاهز كده، هو طعمه زي جبنة الشيدر بس فيه لذعة كده زي المستردة، حلو قوي وعجبهم. فقلت بقى كان عندي الكاتشب ده انا جايبه جيركن كده، جايباه ب50 جنيه. فقلت بقى حطاه في التلاجة، كل ما عاوز اي اكل كده اطلع لهم منهم، حتى لو بطاطس. يعني ساعات بجيب لهم عيش فينو واعمل لهم بطاطس محمرة واحط لهم من الكاتشب ده، وساعات اجيب كمان واحدة زي صوص البرجر كده مايونيز واحط لهم عليه، بيموتوا فيها. والله لو بتعمل لهم بقى اكل صواني وكلام من ده يحبوا البطاطس دي قوي علشان الكاتشب والمايونيز. عارفين بقى اطفال وبتحب الاكل ده كله. فقلت بقى قطعت شوية خيار، كانوا عندي اخر شوية خيار كده مخلل، وحطيت الطماطم، حطيت البرجر وحطيت عليه الصوص. انا بقى بتاعتي بقى بحط فيها، ما بحطش فيها زي ما انتوا شايفين كده كاتشب، انا ماليش في الكاتشب. فحطيت بقى بصل، والبصل ده على فكرة ممكن تحطيه كمان بعد البرجر في الطاسة، تديله تشويحة كده تكرمليه، بيبقى روعة في البرجر. بس انا بقى ايه كنت مستعجلة وكنت جعانة، وانا كمان بحب، يعني بحب اكل البصل كده ناي. فاخدت بعضي بقى وحطيت كده رصيتهم في الصينية، جو مطاعم بقى مفيش بعد كده، يعني جو فاخر من الفاخر يا بنات. أمونة لما تحب تعمل حاجة لازم تبدع فيها، إذا كانت حلويات أو أي أكلات، ملكة الإبداع. طبعا انا ما بشكرش في نفسي، انا بهزر، ما يشكرش في نفسه غير ابليس. ربنا يعافينا يا رب من الغرور. فانا ما بحبش الغرور جدا، ربنا يجعلنا كده متواضعين ليوم الدين، اللهم امين يا رب. فهنا بقى كنت برتب كده اللي هي ايه الرصة، لقيت ان الكاتشب في النص كده هيعمل جو ايه زي الفل. عملت لهم الاكل الملوكي ده، وتعالوا بينا بقى على الشقة. يعني خلاص اكلت وشربت كوباية الشاي بتاعتي، تعالوا نهضم بقى. يعني انا اقعد ساكتة؟ لا، ناخد بعضنا ايه. قلت قومي بقى نضفي المطبخ، ما تسيبيش المطبخ كده، وشوفي التلاجة كان بقالها فترة ما نضفتهاش معاكم. وكمان الولاد كان انتوا عارفين يومين العصير بقى، فبيحطوا العصير في التلاجة فبيندلع، حسيت انها ملزقة كده، فقلت لا تعالي النهاردة بقى قومي كده، بما انني كده اخدت جرعة نشاط يا ولاد، فقلت لا قومي بقى تنشطي واهضمي الاكل اللي انتي اكلتيه. فقمت الاول قلت ايه نفضي المطبخ، هنفضي المطبخ يبقى نغسل الحوض وننضف بقى البوتاجاز ونفضي الدنيا كده، عشان لما اطلع كل حاجة في التلاجة الاقي لها مكان، ولما اجي ادخل كل حاجة في التلاجة وانظمها يبقى عندي المطبخ زي الفل ونظيف. ده طبعا بيسهل عليا كتير قوي، بدل ما اكركب الدنيا على بعضها تنظيف بقى حاجات التلاجة فوق المواعين فوق كله. لا، اما تيجي تنضفي كده حددي الاول انت عايزه تعملي ايه، وبالراحه كده وشوفي الحاجه الاول، روقي حوالينك كده، خلي عينك كده تشوف ان المكان مرتاح. اما تيجي تنضفي تنظيفه المطبخ، اذا كانت هتعمليه تنظيف عميق، او هتعملي مثلا تنظيف زي الفريزر او التلاجة او الحاجه اللي فيها حاجات كتير قوي هتنقليها،
فلا، يبقى لازم عينيكي شايفة كده ان المكان فاضي ومرتاح، وبعد كده تطلعي حاجتك كلها على روقان، تخلصي بقى، لان انت هتبقي مجهدة اصلا. يعني لما تخلصي الحاجة اللي انت هتعمليها دي هتبقي مجهدة، ما فيكيش حيل بعد كده تسيبي مواعين وتسيبي حوض وتسيبي بوتاجاز. ولا هتقولي هتكسلي وتسيبي كل حاجة بقى تقولي اعملها بكرة. لا يا ست البنات، احنا هنا دورنا ان احنا ننشطك كده ونحفزك ونحببك في شغل البيت. فلو انت بتشوفيني ووصلت لغاية هنا، قومي يا ست البنات واستهدي بالله. حتى لو انت ما بتحبيش شغل البيت، ما بتحبيش بيتك، لا قومي كده وتنشطي. اول حاجة في ان انت تتنشطي فيها ان انت تقومي اما تحسي بكسل كده وان انت مش عايزة تعملي اي حاجة والدنيا حواليكي تضرب تقلب. قومي سيبي اللي في ايديكي، اذا كان تليفون ولا ان انت نايمه. قومي تمشي، قومي تمشي شويه في الصاله، ما تقعديش. القعده هتكسلك اكتر ومش هتخليكي تقومي، هتخليكي بقى تنامي وتكسلي تمسكي تقلبي من صفحه لصفحه لصفحه في التليفون، تطلعي من برنامج تدخلي برنامج تاني، وانت اصلا تحسي ان انت كسلانه وما انتش اصلا شايفه انت بتتفرجي على ايه، او مش مستفاده باللي انت بتتفرجي حتى عليه. فاول حاجه تعمليها لما تبقي كسلانه كده وحاسه بكسل شديد ان انت تقومي. قومي تمشي شويه في الصاله، تمشي شويه كده، روحي وتعالي. وانت رايحه وانت جايه كده هتلاقي عندك مثلا ايه، كنبه عايزه تتوضب هتوضبيها. الصاله مش مريحاكي عايزه تتكنس كده، هتقومي تاخديها بالمقشه او بالمكنسه. هتلاقي تراب مثلا على السفره، هتلاقي هنا اي حاجه، هتلاقي نفسك واحده واحده بتنجذبي كده وبتنضفي حته حته. هتبصي تلاقي نفسك نظفتي الدنيا وبقت زي الفل، هتبقي فرحانة جدا وهتاخدي جرعة نشاط. اول ما تقومي الصبح اول حاجة انا بعملها ان انا بقوم الصبح باخد دش وبقوم اصلي واقرا شوية قرآن، اشوف ورايا ايه بعد كده، اقعد على التليفون مثلا ايه ربع ساعة نص ساعة، اشوف مثلا التعليقات اللي بتجيلي. اشوف مثلا انا الواتساب بتاعي بتجيلي رسائل مثلا جروب المدرسة، اشوف اخواتي، اطمن مثلا على الدروس بتاعت اولادي نزل ايه الجديد، الحاجات دي كلها. يعني حاجات ما تخلينيش تكسلني، حاجات الاول بطمن عليها الاول كده. طبعا بفطر الفطار بتاعي اهم شيء وباخد العلاج بتاعي. اوعي تنسي نفسك، اوعي في دوامة الحياة دي تنسي نفسك. واهم شيء يبقى عندك قناعة كده ان انت حابة نفسك وحابة بيتك. اهم شيء تكوني حابة نفسك وراضية عن نفسك، حتى لو شكلك مش احسن حاجة، حتى لو جسمك مش احسن حاجة، انت زي الفل، انت مامي. انت عارفة انت مريتي بايه؟ انت مريتي بحاجات كتير قوي، لسه غيرك بيفكر عايز يوصل لها، لسه غيرك بيحارب كده علشان ايه يبقى في مكانك ويوصل للحاجة دي. فانت مامي ما تبصيش مثلا ان انت جسمك زاد شوية فتزهقي، ان انت حاسة ان انت كبرتي شوية، لا. خدي بالك من نفسك من صحتك، انت احسن ام. اهم شيء اهم شيء تكوني عاجبة نفسك، عاجبة تبقي راضية عن نفسك. اولادك تخلي بالك منهم، لان ده خلاص دي ثمرة تعبنا بقى. يعني احنا كأمهات دي ثمرة تعبنا. طبعا جوزك برضو تخلي علاقتك دايما كويسة بيه. وتهدي بقى. لو انت يا مامي كده من العصبية حاولي ان انت تهدي، ما كانش ده زمنه. انا افتكر والله العظيم من تقريبا امبارح او اول امبارح من كام يوم كده، انا بكلم جوزي في التليفون فشدنا مع بعض، ما شدتش قوي يعني، فهو طريقة الكلام ما عجبتنيش. طبعا انتوا عارفين الناس اللي في الغربة دي بتبقى خلاص زهقانة وقرفانة، وربنا يعينهم يا رب ويعين كل واحد على غربته ويرجعهم بالسلامة. اللهم امين يا رب، ويرزقهم من حيث لا يحتسب. ربنا يوسع بيبانهم كده ودايما ايه الدعوة اللي بدعيها دايما لجوزي، يكفيهم شر طريقهم يا رب وشر الناس السوء، ويرزقهم يا رب برزقنا وبرزقكم. اللهم امين يا رب، تفتح ابواب الرزق كده في وشهم. فبيبقوا مخنوقين طبعا، الغربة بعيد عن أولادهم، ضغط الشغل عليهم، حاجات كتير قوي. فالواحد برضو يعني ايه اتعود ويتعلم. مش هقول لكم ان انا ست مثالية من صغري، لا اتعلم بقى. الواحدة كل ما بتكبر كل ما بتتعلم. ما تعلمتيش يبقى انت ما كبرتيش، يبقى انت لا، يبقى شخصيتك دي فيها حاجة غلط، لازم تظبطيها، لازم تبصي تفك، تغيري الاعدادات كده.
فقلت بقى ايه، كان بيكلمني فشد معايا في الكلام كده، فقفلت المكالمة علشان ما تطولش وما نطولش ايه في الشد. فتاني يوم بقى كان بيكلمني وانا اسف ان انا شديت معاكي وامبارح ومش امبارح. قلت له انت بتتكلم في ايه؟ اليوم اللي يعدي خلاص ما نتكلمش فيه. قال لي يعني ما نتكلمش فيه بحلو او مر؟ قلت له لا ما نتكلمش فيه، خلينا في يوم جديد بقى نشوف احنا ورانا ايه، ايه بنعمل ايه كده. فبلاش نطول، بلاش نطول في الكلام، وبلاش نطول ونقعد على بعض للوحدة في كل حاجة. انتوا زي ما شفتوا يا بنات، انا غسلت المواعين بتاعتي، غسلت كمان حوامل البوتاجاز، ونضفت البوتاجاز بتاعي زي ما قلت لكم لازم ننضف كل حاجة. جبت هنا بقى التلاجة بقى، طلعت كل الازاز بتاعها علشان ايه تبقى ايه اغسلهم واحده واحده كده. ولما يكون معاكي اطفال خلي بالك قوي، يعني انا كنت حطاهم بره على الركنه كده علشان إيه يبقوا بعيد عن المطبخ، وانا في الرايحه وفي الجايه كده ما ينكسروش، لانهم خفاف قوي. الازاز ده خفيف قوي يعني، اول مره يكون عندي ازاز خفيف قوي كده، فببقى خايفة عليهم. فكمان المفارش بتاعة التلاجة غسلتها كويس قوي، وطبعا بحطها في البلكونة، بنشرها كده على مشبك علشان تتهوى وتنشف. اوعي تحطي المفارش دي تاني مبلولة، لا، لغاية ما تخلصي كده تنظيف المطبخ حطيها تتهوى وتبقى ناشفة، عشان لما التلاجة تبقى ناشفة وهي ناشفة ما تعملش اي روايح تحتيها، او تعمل اي مية تحتيها هتعمل روايح. فكده بقى ايه نشتغل في التلاجة كده في غسلها ونكمل مع بعض. فزي ما قلت لكم، لو انت حسيتي ان انت ما بتتغيريش، لا يبقى في حاجة غلط في شخصيتك. إيه، وبلاش الشخصية السلبة دي العنيدة. لا، لازم بقى لا الوقت ولا الغلو ولا اي حاجة تستحمل ان انت تبقي شخصية عنيدة وتبقي عندها رأيك كده في الحياة. تبقي عندي رأيك على مين؟ على اولادك، على نفسك، على بيتك، على جوزك. انت الخسرانة في الاخر، يعني انت العند بتاعك هتلاقيه ان هو بيخسرك نفسك في الاخر، ما فيش حد تاني هيخسر غيرك. فانت لازم تغيري من شخصيتك. لو انت شخصيتك عنيدة، لا لازم تهدي شوية. عصبية، اهدي شوية، اهدي يا ماما. احنا دلوقتي بنفكر نعدي الايام ازاي، نعدي بالايام كده باولادنا من الغلو اللي احنا فيه ده، من الاسعار الاوفر. فلا، قومي كده وشوفي امور بيتك، وحبي نفسك وحبي بيتك وحبي جوزك وعدي لجوزك. الراجل بيبقى طفل كبير، يعني الراجل مع التجارب كده لقيت ان انت جايبه طفل كبير. زي ما بتعاملي ابنك وبتسامحيه على اخطائه، سامحي جوزك كمان، اعتبريه طفل عندك وسامحيه. الراجل عايز الست الذكيه، الست اللي ما تنشفش رايها وتقول له مثلا ايه، تثبت رايها في لا انا هذا هعمل ده يعني لازم اعمله. طب ما انتش عامله حاجه، هيثبت رايه في ان انت ما تعمليش حاجه. طب ليه؟ اتعاملي بذكاء كده، يعني خدي اللي انت عايزاه بس بحاضر ونعم. وبس انا كان ليا راي تاني، انا مش هكسر لك كلمتك، بس انا كنت كان ليا ان انا مثلا شايفه دي ان تتعمل في كده، او انا مثلا ما روحتش لوالدتي بقالي كتير، فانت لو كنت رحت مكاني. طب انت عايزه تروحي فرح وهو مش راضي، طب ممكن تروح انت بدالي. واعتذر لهم، انا كان نفسي اروح، انا مش هتلاقيه هو بيقولك لا قومي روحي. لكن اذا عاندتي هيقولك لا ما انتش رايحه ولا جايه في اي حته. هو الراجل ده طفل كبير. زي ما بتعاملي ابنك المدلل عندك كده، عاملي جوزك، هتكسبيه وهتاخدي عينيه الاتنين، وهتمشي امورك وهتمشي بيتك. اكتر حاجه ما بتعجبنيش الست العنيده، اكتر منها بقى الست المغروره. الست المغرورة دي عاملة زي حبة الغلة الفاضية، رافعة راسها لفوق بس من جواها فاضية. فانتي خليكي كده حبة غلة مليانة، تكون ايه مليانة بالخير والحب لغيرك. زي ما انتوا شايفين انا خلصت كده التلاجة ورصيتها بقى، يعني انا كده خلصت كل شايفين حاجة بسيطة في البيت او في المطبخ، بس مجرد ما اتنشطت وقمت عملتها حسيت ان انا عملت حاجة كبيرة قوي. خلصت من حاجة كانت مضايقاني. كل ما افتح التلاجة احس ان هي شكلها ملخبط كده ومش حلو، فمجرد بس ان انا عملت حاجة واحدة بس فرقت في المطبخ بتاعي 180 درجة. مجرد بقى ما غسلت الحوض والرخامة، وغسلت كمان
اللي هي البتاعة دي البوتاجاز، مش عارفة مالي. وخلاص الدنيا المطبخ عندي زي الفل، مسحته ونشفته وحطيت شوية بخور كمان. يبقى انا كده وصلت نهاية الفيديو. انتوا ما يتشبعش معاكم من القعدة والكلام، ولينا كلام كتير ان شاء الله، وباذن الله نتكلموا مع بعض في فيديوهات تانية. ادعولي كده اصحصح كده، وان شاء الله عايزين نعمل كده ان شاء الله. وباذن الله نبدا من الاسبوع الجاي نعمل بقى روتينات، خطه كده لمده اسبوع ننظف فيها البيت كله، لان انتوا عارفين بقى خلاص الدروس داخله على الابواب والمدارس على الابواب، وشراء المرايل والشنط وكل حاجه. هتلاقوا الايام مفيش اسرع منها. الايام بقت تتخطف يا بنات، والله العظيم الايام بقت تتخطف كده، وتلاقيها خلصت والشهور بتخلص وانتي قاعده حاسه ان انتي ما تعمليش حاجه. فما تقوليش الوقت ضيق. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. ادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، وما تنسونيش باللايك والشير يا بنات علشان القناه تكبر بيكم. ولو انتي لسه جديده يا ست البنات في القناه، والقناه عجبتك واختك امونه عجبتك، ما تنسيش تحط لها اشتراك ولايك وتفعلي الجرس على الكل علشان كل ما انزل فيديو يوصلك بالجديد. اشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.